انا داير اوريكم حاجه معينه بس. طبعا الصوره دي بتكون لقيتكم كلكم بتاعت توت عنخ امون. طبعا توت عنخ امون ده معروف نويراوي، وكل الكتب الاوروبيه كاتبه انه نويراوي. هو الوحيد التاريخ مشوه، هو الوحيد المقبرته بقت مجهوله، هو الوحيد اللي اصلا ما عايزين يعرفوا الناس يعرفوا انه ده نويراوي، لكن طبعا شكله بيوري انه نويراوي من النوير. لا، الموضوع ما هنا. هذا عرفناه انه ده نويراوي واي حاجه، ده توت عنخ امون. توت عنخ امون، واي واحد بيعرف توت عنخ امون. الموضوع ده انا اوريكم اللي في الصوره الثانيه، تعالوا لي في الصوره الثانيه عشان تعرفوا الجهل حق الناس ديل. طبعا ده الشبشب حق توت عنخ امون والمكتشف في مقبرته. طبعا على اساس انهم هم عنصريين اصلا وناس عنصريه، بقول لك يا اخي شوف راسم منو، راسمكم انتوا في والله العظيم. قال لك يا اخي راسمكم انتوا في شبشب وداعس عليكم، يا اخي ما ولدنا، يا اخي خلي اللي دعسنا، يا اخي اللي دعسنا، انتوا مالكم. وطبعا الشبشب ده قصصه كثيره جدا جدا، ومن ضمن القصص انه قصته كان اصلا عنده خلافات مع ابناء عمومته، عشان كده رسمهم في الشبشب حقه، وحاجات كثيرة عنصرية. لكن القصة وين؟ القصة انه اصلا هو منه نفول. الصورة اللي في الشبشب دي بنت عمه، بنت اهله، بنت خالته، يعني زيتهم في بيتهم. انتوا تدخلكم شنو؟ يدعز عليهم ما يدعز عليهم ولدهم، ولدنا توت عنخ امون. روقوا المانجا فايجيبت. لا ايجيبت شنو؟ كيميت دي معروف كانوا حاكمينها منه، معروف الافارقه اللي كانوا قاعدين فيها، معروف الشعوب النيليه اللي كانت قاعده فيها، معروف. ده مش معروف يا اخي، ده بقى محفوظ حفظ للناس. زمانكم ولا وزمانكم راح وزمانكم فات. فالارث اللي تركوا شعب النيل ده خلاكم انتوا تعيشوا منه الان، تاكلوا منه. الافارقه دي خلوكم انتوا تاكلوا منه عيش، اخجلوا واستحوا. خلوكم تدخلوا فلوس معيشينكم، هم قاعدين فيه حاليا في اوطانهم وبرضه معيشينكم انتم. ده شعب افريقيا العظيم، ده الشعب الافريقي العظيم، ده الشعب النيلي العظيم. خلى لكم ارثوا اداكم اللي عشان تاكلوا منه عيش. توت عنخ امون ولدنا مهما يتشوه، طبعا هو مشوه سيرته، تاريخه وسجله كله اتحرق. عشان شنو؟ عشان ما يعرف. لكن برضه الميمياءات الموجوده دي بتوري انه ده توت عنخ امون النويري الاسد. السلام عليكم ورحمه الله.